الاقمار الصناعيه، ومن خلالها يقدر يوفر انترنت عالي السرعه للمناطق الريفيه والنائيه حوالين العالم. وعلى الرغم من صعوبه الفكره واللي ممكن تواجهها عقبات كتير زي تكلفه اطلاق عدد ضخم جدا من الاقمار الصناعيه حوالين الكره الارضيه بالكامل، وكمان تكلفه الصواريخ اللي بتحمل الاقمار دي للفضاء، ودي اصلا بتكون التكلفه الاغلى. وهل الصواريخ دي بتنفجر لما تطلع للفضاء الخارجي ولا بتكون قادره ان هي ترجع للارض تاني وتشتغل من جديد؟ وكمان هل هيقدر يوفر شبكه قويه ما بين الاقمار الصناعيه دي والمستقبلات الارضيه بتاعت شركه ستارلينك، ولا هيكون في تاخير او لاج في سرعه الانترنت؟ وهنا احب ادخل معاكم في النقطه الثانيه، وهي ان الفكره دي اساسا ما كانتش فكره ايلون ماسك، بل كانت فكره شركه امريكيه اسمها إيريديوم. شركه إيريديوم فكرت في الموضوع ده لاول مره سنه 1997، وقتها قررت ان هي تطلق 66 قمر صناعي، والكلام ده كان بهدف توفير شبكه اتصالات صوتيه عالميه للهواتف المحموله في جميع انحاء العالم، ولكن عن طريق الفضاء. وعلى الرغم من التكلفه الرهيبه اللي صرفتها الشركه وقتها واللي وصلت لحوالي 6 مليار دولار، الا ان الشركه واجهت صعوبات ماليه ان هي تكمل المشروع بتاعها، لحد ما اعلنت افلاسها وجا شويه مستثمرين